من اكتر الحاجات اللي بستمتع بيها وانا بشتغل فيها وبعملها هي السابلي، لان زي ما انتم شايفين كده قد ايه بيكون شكله حلو وبيبقى فيه مساحه من الابداع والكرياتيفيتي في الديكوريشن بتاعه. تاني حاجه ما اقولكوش بقى على طعمه بيبقى خطير. هقول لكم النهارده ازاي نعمله وايه الاسرار وايه التريكات اللي طلعوه احلى 100 مره من اللي بنشتريه من محلات. في البداية كده المكونات عندي زبدة، سكر بودرة، وبيض وفانيليا ودقيق، وطبعا رشة من الملح. انا هقول لكم على مقدار 750 جرام من الدقيق، بس انا هعمل الدبل، هعمل الضعف عشان الكمية اللي كنت عاملاها كانت كبيرة شوية لان ده كان اوردر. اول حاجة جبت نص كيلو من الزبدة اللي في درجة حرارة الغرفة، يعني طالعة من التلاجة في الصيف ده بقالها تقريبا نص ساعة. هبدأ احطها في العجان، هستخدم مضرب الكف لان ده مش هينفع نستخدم الشبك عشان ما يخليش الزبدة سايحة بزيادة، فهستخدم الكف. ههيش شويه الزبده لونها يفتحها بسيط وتدمج كده مع بعض عشان ما تبقاش جامده، وانزل بالسكر البودره، وطبعا لازم يكون منخول، وانا افضل ان احنا نشتريه جاهز ما نطحنوش في البيت. هقلبه شويه بس كده مع الزبده علشان السكر البودره ما يطرش في كل مكان، وبعد كده هنزل بالعجان. هضربه بقى، هضرب السكر مع الزبده حوالي كده 5 دقايق او 7 دقايق، يعني على حسب. المهم على حسب الكميه، المهم ان انا لازم انزل الاطراف واخد كده اللي في التحت عشان كله يندمج مع بعض. واول ما الزبده والسكر يهيشوا مع بعض ويبقى لونهم فاتح عامل زي الكريمه، اللون اللي انتوا شايفينه ده، هبدا انزل بالبيض. انا هستخدم 4 بيضات بس، المقدار اللي هقوله لكم واللي هكتبه لكم في الديسكريبشن هيبقى نص المقدار زي ما قلت لكم. اهم حاجه ان انا بنزل ببيضه بيضه بيضه واديها وقتها كويس جدا في التقليب، وبعد كده انزل باللي بعدها. واخر بيضه بنزلها بحط معاها معلقه كبيره من الفانيليا، وبضرب بقى حبه حلوين، وده اللي هيخلي لي البسكوته تطلع دايبه ومش معضمه ولا ناشفه ولا اي حاجه. ان انا لازم اضرب البيض واخد وقته مع الزبده والسكر. بعد ما خلاص اتضربوا وخدوا وقتهم ومفيش اي اثر لاي بيض، بنزل بقى بالدقيق. بحط انا عندي هنا 750 جرام من الدقيق. بحط بقى الدقيق وبنخله وبضيف له كمان رشه من الملح، وبس كده. وخدوها قاعدة أساسية إن في أي كيك أو أي بسكوت بضيف رشة من الملح. أنا غطيت العجان بس عشان الدقيق ما يطرش في كل حتة ويبهدل لي الدنيا، ويا دوب الدقيق يختفي اوقف عجن على طول. ما تزودوش في العجن ابدا علشان البسكوته ما تنشفش منكم، عشان ما ننشطش الجلوتين اللي بيكون في الدقيق. بقلب بقى الدنيا كويس كده لاني ما زودتش طبعا في التقليب في العجان، فباخد بقى من تحت ومن فوق. بصوا بقى، انا هنا زي ما انتوا شفتوا كده العجينه مش بتلزق في ايدي، ولكن الزبده هنا لسه سايحه عشان احنا ضربناها وقت طويل، فلازم العجينه هتحسوها بتلزق شويه، يعني ده مش هتحسوها ان هي نقدر نفردها ونشكلها. انا خدت الكميه اللي عندي وقسمتها في بولتين، بوله هتبقى بالفانيليا او بسكوت ساده يعني، والبوله التانية هحط عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. المعلقتين هنا مش هيغيروا لي في قوام العجينه جامد. انا خدتهم عشان اسهل على نفسي وضربتهم ضربه عباره عن 30 ثانيه او اقل من 30 ثانيه في العجان لحد بس ما الكاكاو البودره يختفي، وكملت حتى بالتقليب بايديا. زي ما انتوا شايفين كده انا مش عايزاه نبالغ فيه في التقليب عشان الدقيق ما يكونش جلوتين وينشف معايا. بجيب بقى ورقتين زبده، والخطوه اللي هقول لكم عليها دي هتسهل معانا باقي العمليه بطريقه رهيبه. هاخد بقى العجينه بتاعتي وهفردها بين ورقتين زبده. بفردها بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. سمك البسكوته مهم جدا لان انا عندي بسكوتين فوق بعض، فولا يكون تخين بزياده عشان ما تطلعش السبلهيه في الاخر تخينه بزياده، ولا رفيع قوي عشان البسكوته ما تتكسرش واحنا ماسكينها او ما تنشفش وتتحرق في الفرن. فهتبقى وسط، ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي. ولو انتوا معرفتوش تظبطوها يعني قوي وطلعت معاكم حته تخينه وحته رفيعه، هقول لكم ازاي واحنا بنلزق السابليه في بعض نظبط الموضوع ده. انا بقى خلاص كده فردت العجينه، طبعا دي انا بدات بالكاكاو وفردت الباقي كله في بنفس الطريقه. واهم خطوه بقى هقول لكم عليها ان احنا بعد ما نفرد ما بنقطعش، بنشيل العجينه زي ما هي كده في التلاجة لمده لا تقل عن ساعتين. ودي بقى هتعمل ايه؟ هتخلي العجينه معايا ماسكه نفسها. دلوقتي الزبده سايحه فالعجينه طريه جدا، فانا محتاجه العجينه تبقى ناشفه علشان لما تدخل الفرن البسكوتات عموما زي السابليه البيتي فور الكلام ده كله، الحاجه اللي بيبقى فيها نسبه زبده عاليه
لازم تدخل الفرن وهي ساقعه، علشان زي ما تدخل زي ما تخرج، ولا تفرش ولا تضايقكوا ولا اي حاجه. دلوقتي انا سبتهم حوالي 4 ساعات، وبعد كده بقى هبدا اشكل واقطع فيها براحتي جدا. بصوا العجينه بقى ماسكه نفسها بطريقه رهيبه لدرجه انها بتطلع في القطاعه. انا بقى قطعتها، عندي القطاعات اللي انتوا شايفينها دي، كل ما حجم السبليهيه كان اصغر كل ما البسكوته كانت طعم اكتر. بصوا بقى انا بدات اقطع فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو، بدات العجينه تطرى معايا لان الجو حر جدا وانا ما كنتش عندي تكييف. لو انت شغاله في تكييف الموضوع هيبقى اسهل عليكي بكتير. طبعا الباقي باخده وبفرده تاني بين نفس ورقتين الزبده وابدا ادخله التلاجة تاني، وعلى ما بيجمد بكون طلعت الباتش اللي بعده وقطعته، وعلى ما بيستوي بيكون اللي انا دخلته في التلاجة او في الفريزر خلاص جمد. بدخله في فرن على درجة حرارة 180، والفرن طبعا يكون سخن قبلها بربع ساعة. بصوا زي ما دخلت زي ما خرجت، طبعا هي هنا كانت سخنة جدا فانا بوريها لكم. بصوا واخدة لون حلو من تحت، واخدة برضو سوا حلو جدا، البسكوتة مستوية وفي نفس الوقت بصوا دايبة دوب، بتتفرفت كده فرفتة مش طبيعية. عايزة اقول لكم ان السابليه ده كان من احلى السابليه اللي انا عملته تقريبا من اول ما بدأت اشتغل في الاوردرات. خطوه مهمه جدا او معلومه مهمه جدا عايزه اقولها لكم، نوع السابليه، نوع الزبده بيفرق جدا جدا في السابليه، لان الزبده هنا كميه كبيره مش كميه قليله، فكل ما تستخدموا جوده من الزبده احلى كل ما هيطلع السابليه او البيتيفور او الكوكيز او اي حاجه بتستخدموها احسن بكتير. المهم انا سبت السابليه بقى يبرد تماما، انا سبته صراحه لتاني يوم لاني كنت خبزاه بالليل قوي، وبعد كده بقى طلعت الكميه كلها وهبدا الزق. انا عندي هنا حاجتين، عندي جناش بالشوكولاته وعندي نوتيلا. احشوا بقى اللي انتوا عايزين تحشوه، انا بفضل الجناش لانه بصراحه بيجمد افضل وبياخد وقت طويل في درجه حراره الغرفه، بيبقى جامد يعني ما بيسحش ويفصلي البسكوتين، ولكن طبعا كله في الاول وفي الاخر حسب رغبه العميل. الطريقه اللي انتوا شايفينها دي بتسهل عليا جدا جدا، برص البسكوت كله قدامي وابدا اعمل صف وصف وصف لا، صف وصف لا. طب لو في بسكوته تخينه وبسكوته رفيعه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، عادي جدا هاخد الرفيعه واحطها فوق التخينه والرفيعه فوق التخينه وهكذا، بحيث ان انا اوفق التخين مع الرفيع علشان ما يبقاش البسكوتين عاملين لي بسكوته في الاخر تخينه ولا يبقوا البسكوتين رفيعين قوي ويبقوا ناشفين. زي ما انتوا شايفين كده عملت بقى اللي بالفانيليا وعملت اللي بالشوكولاته، حطيت في حبه جناش وحطيت في حبه شوكليت نوتيلا. في ناس كمان بتحب تحشيه مربى، انا ما بفضلش المربى لانها بترطب بسرعه وما بيستحملش فما بفضلهاش، والعملاء كمان اللي خدوا مني السابليه ده مش بيحبوا المربى. سيحت بقى شوكولاته، يا اما تسيحوها على حمام مائي يا اما في الميكرويف عشان اغطس فيها السابليه. وحضرت عندي المكسرات واستخدمت كمان شويه شوكليت تويكس على سنيكرز على جالاكسي وقطعتهم قطع صغيره كده، وبدات اغطس كل بسكوته في الشوكولاته واحطهم على سيليكون مات. احنا الجو حر جدا فيفضل ان انت تخلصي تزيين وتحطيهم في التلاجة شويه او على الاقل في اوضه فيها تكييف. انا هنا خدت كل واحده وبدات قبل ما الشوكولاته تجمد بدات احط عليها المكسرات او الشوكولاته بتاعتي او اي حاجه هتزينوا بيها، ولو انتوا مش هتزينوا من فوق بمكسرات فاستنوا لما تبرد تماما، وممكن بقى بعد كده تعملوا خطوط تجميليه كده بالوايت شوكليت او بالسبرينكلز او باي حاجه انتوا عايزينها. المهم يعني ان انتوا لو هتستخدموا حاجه سوليد او حاجه جامده زي المكسرات فانتوا يفضل ان انتوا تحطوها على طول والشوكولاته سايحه، اما لو هتستخدموا مجرد ديكوريشن بشوكولاته مثلا بيضه او خطوط شوكولاته افتح شويه او كده، يبقى لما الشوكولاته اللي انتم مغطسين فيها السابليه تجمد تماما عشان اللونين ما يدخلوش في بعض ويسيحوا، هيبقى الشكل في الاخر مش ظريف. تقدروا كمان تحشوا السابليه لوتس، تقدروا تحشوه كراميل، تقدروا تحشوه مربى زي ما قلت لكم، تقدروا تحشوه اي حشوه انتوا عايزينها ما تتقيدوش، وتقدروا كمان تعملوا من نفس العجينه دي ميني تارت بيبقى طعمها خطير. عايزه اقول لكم السابليه عجب العملاء جدا وانبهروا بيه شكلا وطعما. اتمنى انتوا كمان يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الطريقه وتبعتوا لي صور تطبيقاتكم، ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده. بحبكم، باي باي.